باشا السلام عليكم. يا هلا والله فيكوا وحشه. طب يا جماعه، من كام يوم في بنوته سمراء عامله قلبان بقالها يومين، وكل ما تقلب تلاقيها في وشك 17 مليون لايك، 15 مليون لايك، 10 مليون لايك، 150 مليون مشاهده. اللهم وعدنا يا رب. في كل حته تلاقيها عامله قلبان، بره عند الاجانب او سواء حتى عند العرب، وتخش على صفحتها تلاقيها يا دوبك لسه بادئه من يوم راس السنه، يعني من اول 1/1/2026. قلت اكيد بتعمل محتوى مميز ومحتوى جديد، عشان كده اكيد كل الارقام دي، لكن اتفرج انت بنفسك. كانت لما شعرها فردته. طب الفيديو التاني اللي بعده، شوفوا بقى ارقام المشاهدات: 166 مليون، 310 مليون. انا بقالي 10 سنين في اليوتيوب ومش جايب غير 10 مشاهدات، 18 مليون لايك، وهكذا وجديرا من الفيديوهات. الا في بعض بيقول الفيديوهات اللي انت شايفها دي والشخصيه اللي انت شايفها دي والبنوته السمراء الجميله اللي انت شايفها دي، احب اقول لك ان هي مش من السودان، ولا البت من افريقيا، ولا البت من اوروبا، ولا من العرب، ولا من اي قاره. البت دي من الذكاء الاصطناعي يا حبيبي. شوف الناس بقى عندها قمر جامده، حلوه الحركه دي يا شعبي، يا اتلان على البنات. ولكن اللي فتح الصفحه واحد اجنبي عارف دماغ الناس هتفكر في ايه. اولا جابها لونها اسمر شديد قوي بقى وشعر اصفر والكلام ده، لا خلاص بقى الكلام ده اتهرس بقى وبقى موجود. جابها لك سمراء قوي عشان خاطر تجذب، فبالتالي ايه اللي حصل؟ بالفعل مبروك عليه التفاعل الكتير ده، وشغلني عندك اي حاجه، ويا ريت تاخد لينك الفيديو تحطه عندك يمكن يجيب مشاهدات ولا حاجه. طالما متابعين مش عايزين يتفاعلوا معايا، كارهين وجودي. ولكن خلينا نكمل بقيه فيديوهاتنا الممزيه اللي بعده. عبيطين يا حاجه، بترش ملح عشان الدهب الكتير اللي هي لابساه. يا ام سعيد مش محتاجه حد يقف لك حراسه على الدهب ده كله، اشتغل لك امن على دهبك، هاخد اشيلهولك في الامانات. فكري يا ام سعيد. اللي بعده. لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها مش عايزك كده. ها فين الصور اللي كنتوا عاملينها عننا؟ فضلوا يحفلوا علينا. هو الشعب ده كده، حفل عليه هيجيب معاك بنتيجه عكسيه. حفل عليه امتى يا غبي؟ تحفل عليه يوم ما تفوز عليه. خليك ذكي، فوز علينا بعد كده اتنمر واعمل اللي انت عايزه، انما ما تتريقش قبل، هتجيب معاك بنتيجه عكسيه. لكن نجمك كده. ها يلا تعيشوا وتاخدوا غيرها. اللي بعده. دي مواصفات المفلس: عنده ايفون او 2 ايفون، بيلبس شيك قوي، بيحط برفيوم تحفه وثابته جدا، بيروح جيم حلو، وبيروح احلى ريستورانتس، ومعاه عربيه حلوه، لذيذ، كريم، ونفسيته حلوه. بس خلاص انا نفسي اتسدد بعد ما ايدي للوقت اتمدت، بس خلاص بعد ما ايدي للوقت اتمدت، كنت عامل خد مدام احب الخل كل الناس، بقيت عرفت افضل ناس، ناس تخوني وناس تبعني. انا ولعبت هزر واتبدلت لحوار، وركبت اول موجه في سكه الاموال، اروح لاول واحد احتجت له بسؤال. ده انا معيش غير 2 جنيه وتقول لك 2 ايفون وعربيه وبيروح جيم وبيعمل ويسوي وكل ده مفلس. انا تحت خط الفقر. متشكرين. اللي بعده. صاحبتك اللي اكبر منك بيوم. يا بنت انت لسه قدامك عمر طويل عشان تعرفي وتتعلمي. الفرق اللي بيني وبينك يوم. اللي اكبر منك بيوم اعقل منك بسنه. مش بالسن على فكره، عشان تبقوا فاهمين حاجه يعني. اللي بعده. لما يقول لي نايم ولا ايه بعت لي فيديو تيك توك. يا ابن الكلب. احب اصدمك واقول لك حاجه هتبقى صدمه ليكي ولكل البنات اللي بتتفرج. اللي تلاقيه بيهرب منك وبيقول لك الكلمتين دول، اعرف ان انت بقيتي ممله. نعم اختي العزيزه، هقعد اجملها لك اكتر من كده. بقيتي ممله، بقى دمك تقيل، بقيتي غته. فلذلك لما تلاقيه بيقول لك كده فهو بيهرب منك، بقت قعدتك بيت بالنسبه له. فيعمل ايه؟ فيقول لك ان هو نايم. ليه بقى؟ هل هو كده ما بيحبكيش؟ لا، احب اقول لك ان هو بيحبك على فكره، لكن في الطريق الى الكره ليكي يعني، او لو جت واحده حلوه شويه ممكن تشقطه منك عادي. فاكون صريح معاكي اكتر من كده. ما حدش هيقول لكم الحاجات دي. انا بفكر اقلب دكتور نفساني واعمل لكم الكشف 50 جنيه للغلابه. هل هتنفعوني ولا فالحين تقولوا على الانستجرام تقولوا لي بس استشاره مجانيه كده، بعد كده كله يبقى بفلوس؟ عايزين نتجوز. الله. اللي بعده. يا حبيبي في يوم. دي البت بتحلق يا جدعان، شايفين؟ حطت بخ الدقيق على طول وبتشد بقى الوش كله. احلق، حددي الدقن عشان انا ما بحبكيش من غير دقن. احلقي احلقي احلقي.
شد فيه حبه هنا من ورا الجنب. ايوه شاطره برافو عليك. تحلق القوره كمان. يا عيني عليك. ايه كم الدقيق ده ده تقلوا بيه سمك ده. تخدعونا كمان وكمان. يلا اللي بعده. يا رب ارزقني الزوج الصالح اللي يحبني ويسفرني بالشهر 4 مرات ويجيب لي برايفت جيت ويشتري لي قصر بلندن ويشتري لي جزيرة بالمالديف. ده ليه يعني هياخد شريف المخيف؟ ده انت شبه الرغيف. اللي بعده. هتلاقيني واقف مستنيك ما تبعتهالوش عشان ما بحبوش. عندي قلبي بفوت بيه. يا ام سعيد مش عايزه حد يجي يصبع لك الكفته وتدي له غشتين؟ ايه كم الدهب ده بسم الله ما شاء الله. لابسه محل صيغه. ام سعيد دي تسوى ملايين. تخيلوا معايا لو الواحد خطف ام سعيد وخد دهبها ده كله هتجوز. هعمل مشاريع والحمد لله رب العالمين. بعد بقى كام سنه كده احسبهم انا خدت منك كام واروح رادد لك فلوسك تاني. ما انا مش هاخد حرام برضه. امال ايه؟ ما اقبلش الحرام انا. هتفهم غلط. اللي بعده. من يسند على سمراء تحبه لن يسقط. طب ولو بيضاء بيسقط؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ روح اعملي حمام يا حبيبي. اللي بعده. اول شيء مبارك للمنتخب المصري. النقطة الثانية الحمد لله انهم ما اجوا بالفريق الاول على كأس العرب. اللي كان شوحوا المنتخبات العربية كلها تشويح. دلوقتي تحمدوا ربنا ما تتحججوش. انتوا بتلعبوا في الفريق الثالث. دلوقتي بقينا البريمو. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ يلا زي بعض. انا مسامحكم لكن ما تعيدوهاش تاني. اللي بعده. منتخب مصر كعبة عالي وكعبة عالي على الجميع. إفريقيا هي بطولتهم المفضلة، ليست إفريقيا هي مصر يا جماعة. يكفي النجوم اللي على القميص ويكفي الشخصية. لو تقول أو تحدثني عن التاريخ سأقول لك منتخب مصر. لو تحدثني عن نجوم سأقول لك منتخب مصر. لو تقولي والله جرينته هنقول لك منتخب مصر. تقول لي رجال نقول لك مصر. لذلك منتخب مصر عمر العين ما تعلى على الحاجب. الكل رشح كوتيفوار ولكن جاءت مصر بالشخصية وبالتاريخ وبالجرينتا وبالاستقتال على الشعار ومصر تعبر للقاء السنغال. خلاص يا بنتي كفايه تفخيم. ده احنا لو مدينك فلوس مش هتعملي كده. لكن برافو عليك. احلى محتوى في الدنيا. دي الوحيده اللي تتكلم في الكوره غير كده ما حدش يتكلم. جدع. اللي بعده. فخموا فينا نحبكم. شوف المصري يا واد. المصري اكل ساحل العاج. احنا ناكل اي حد. فاهم بالي. اللي بعده. انت عارفكم اللي بتشتموني ورا الكاميرا. معلش يا ام سعيد الرجاله عندنا بتبيع الذهب يوم كاتبه الكتاب. وبعدين انت نكرت الجميل على فكره. عارفه ليه؟ ما جايب لك حمامه بتطير اهي معلقه في صدرك ولعبتين في ايدك. يعني هو قصده يبسطك لعبه لكن يجيب لك ذهب تلبسها تعملي بيه ايه؟ تشغلي مخك. ما تلبسي الذهب هيفيدك بحاجه؟ فضه من ذهب هتفرق ابدا. انما هو بيجيب لك لعبه عشان تفرحي. يعني الراجل بيلعب على نفسيتك. ما بتقدروش انتوا الكلام ده. اللي بعده. مازن قولي زكريا جود لك. Good luck for you. ايه السنغال يا جدعان؟ لينا معاهم طار واتمنى ناخده يوم 14. والله ما عندي مشكله ما ناخدش البطوله. نقتلهم في الملعب حتى لو مش هنجيب اجوان. خشوا فيهم رفعوهم اكسروهم. المنتخب كله ياخد طرد. مش تجيبوا اهداف. مش عايزين نفوز. اللي احنا عايزينها تبقى دمويه في الملعب. ما ببلعهمش. اللي بعده. لما اقول لها تعرفي ترقصي لي بعد الجواز وتقول لي عيب عليك هبهرك رقصها. بس ياما انا مش هشيل ذنوب على الفاضي. اتكل على الله ياما. بل تعرفت الرقص ده رقص ده؟ ايه المرض ده؟ اعوذ بالله. وبعدين احنا مالناش في الرقص. احنا في الغويط على طول. خش على المفيد. اللي بعده. لما حد يقول لك انا محسود. البتاع الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي انا هحسدكم على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. فعلا والله في ناس ما حلتهاش حاجه وتقعد كل شويه تقول لك الحسد دمرني. انا اتحسدت يا جدعان. حيلتك ايه يا حبيبي معلش؟ هنا على ايه يا ابني؟ يا مقيح فوق يلا يا ابني. انت نيتن يا ابني. انا بدفع لك يلا في المواصلات يلا. اللي بعده. بحاول اعيش قصه حب انا برضه. ما خلاص يا رخم انت اللي عمال تقول وحشتني يا اللي رخمت الدنيا كلها فيك. انت تبت. انت لا تصلحي للحب ياما. انت تصلحي الحلتين محشي واحده كرنب وواحده بتنجان وهم يم. اللي بعده. انتم اخواننا المصريين رفعتونا فوق هون والحمد لله. كتير كويسين. شعب كتير كويس. والله انتوا اللي كويسين وعايز ابوسكم نفر. المحبه بتبقى من القلب للقلب. اللي بعده. لما حد يقول لي هتتجوز انت
انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم في سكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيف انا. اختصارا للكلام يا جدعان، محتاجين فلوس. ما تقعدش تلوك كتير بقى، الود ودك اتجوزها حالا. ما تقعدش بقى كل شويه امتى؟ طب ايه الخطوه الكبيره امتى؟ خلاص بقى ما تفقعليش مرارتي، يعني بتحصرني اعمل ايه طيب؟ اسرق؟ حتى السرقه هبقى فاشل فيها. انا مش عارف بعيط ولا بضحك. فخليكم في حالكم بعد اذنكم. الشاب لو معاه هيطار على طول هتلاقيه راح اتجوز ثاني يوم، الا بقى لو هو معاه وما راحش ده ليه ظروفه. اما البت هتعمل ايه بقى؟ هتروح تقول له اتجوزني؟ فاعقلوا بقى وبطلوا هبد بقى ورخامه وبطن على الشعب. اللي بعده الكراش قال لي يا طن لما عرف اني داخله على ال30. واحاسيسي ومشاعري وايديا وعيني وشعري. دي عشان يتقال في الكومنتات انت حلوه وجميله وقطقوطه. اولا الشاب ما بيعتمدش سن الواحده عشان تبقوا فاهمين حاجه، ايا كان سنك يا بنت الحلال طالما فيك الروح هو شغال ما عندوش مشكله. اكبر منه ب 20 سنه، اكبر منه ب 30 سنه، اكبر منه ب 50 سنه، مش انت واحده خلص الحوار على كده. فاهم ليه؟ ففكوكوا بقى. اللي بعده شاب كلوتو صاحبه الباس، دماغك شبه البلاص، ادهن في زياد والزحلق قرد وشمبانزي، ما استنضفش تكونوا من فانزي، ده انت سعاد وزميلك كنزي وما تطلعش الفيديو تبرق. فوق زلبط تلاتي كام تعويرة في الشنطة، هنا يا كروديا وقعت في ورطة، هنا نوتورتا وبنت جاتوه. دي اقل حاجه المنتخب الكوتوفوار. حد هيجي يقول لي طب انت ليه بتحفل عليهم يا محمد؟ عشان فزت عليهم؟ عشان قالوا في ادبهم والجراءه علينا. اللي بعده يا دي شروق اللي عامله لكم تربله يا جدعان. البت دي واخده ترند اوفر 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 اوفر. خلاص كفايه خلاص بجد. ايه ده انتوا شعب حيحان قوي، كل شويه ما تفسدوا الحياه تصلحوا شروق، تصلحوا شروق 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 شروق. وانت يا ست مش دكتوره؟ انا اول مره اشوف حد يسيب الطب وراح يشتغل رقاصه. ايه ده؟ ايه العقليه دي؟ اللي بعده الواد اللي كنت بضربه في ابتدائي عمل جلو اب. يا سامر رد عليا، انا ميرفت، انا كنت معاك في الجامعه. استاذ قفلت الشارع، استاذ تامر قفلت الشارع. ده لما تتغير هتلاقي كله بيغير وكله عايز يقرب ويعرفه. اللي بعده بعد ما شفت ماتشات ابطال افريقيا ولا شو اسمهم، اكتشفت انه كأس العرب عبارة على سبيس تون، كأس افريقيا عبارة عن MBC 2، يعني اثنين ما لهمش في بعض ابدا. بيعجبني في اهل الشام ان يطلعوا يعترفوا. انا احب الناس اللي تعترف، يعني طلعوا قالوا لك كذا كذا على طول، ما اوحوش بقى وايه وتماضلوا زي بعض الناس اللي ان شاء الله هنقابلكم يا رب يا رب نتقابل في كاس العالم عشان نعوركم في الشنطه الكبيره دي تشتوا. لكن ما علينا. بقول لك دخيله انا رد عليا وقول. اللي بعده مصريين انتم ام الدنيا واحنا ابوها. انتوا اللي ابوها ولا تونس اللي ابوها ولا السعوديه ابوها ولا مين ابوها بجد؟ انا عاوزكم بكره تنهزموا، انا عاوز اتشفى فيكم. طب ادينا فوزنا عليهم ان شاء الله. نتقابل في النهائي يا حبيب قلبي بحق جاه النبي، عشان انت عارف احنا دايما بنكون في اسوأ حالاتنا، منتخب واقع كرويا. احنا ما عندناش كوره، ما عندناش تكتيك، ولكن بنفوق عليه. قال لكم ده انت هتقفش مني تحفيل للصبح. طبعا يا جدعان مع احترامي الكامل لكل الشعوب العربيه، في الكوره ما بنعرفش بعضينا، دي حاجه انتوا عارفينها. يعني تيجي غير الكوره وبره الملعب انت حبيب قلبي وانت عارف ده كويس جدا، لكن في الملعب هتشوف وش تاني. فنقول اللي بعده. يا اخويا معايا مكنه بلوجوب 150 تمام، وطلعت قصاد جوني سينس 670 وقلب ميت. اعمل ايه لو خسرت؟ على انت قلت قلبك ميت يبقى مش هتخسر. خش على بالبلوجوب وهتكسبه باذن الله. ما تقولش يا اسطى لما انت قلت انا قلبي ميت ومعاك 150، ان شاء الله لو معاه 1000 جوني سينس ده ما تقلقش يا صاحبي، هتكسبوا بعون الله. انت مبروك عليك الجنه يا والله بالجوب. والتانيه بيقول مش عارفه توني مش عارفه مين. احب اقول لك يا حبيب قلبي عشان بس الناس ما تقعدش تبحث وتدور، دي حاجات اباحيه فبلاها ان انت تدور. يعني سواء بلي جوب ديت ما بتتقالش بلي جوب، بتقال جي مش جي، بتقال جوب مش بتقال جوب يعني، بس ما علينا. يعني دي حاجات اباحيه فاتمنى ان انت بتبحث عنها يعني لو حد بيتفرج ومش عارف معناهم. والحاجه الثانيه برضو الاسم اللي قاله برضو واحد بتاع اباحيات برضو، فانت يا ابن الحلال مش عارف اي حاجه فطلع بتتكلم يا عيني بقلب قوي بتقول له ان شاء الله تكسب وانت قلبك صافي قوي. فمبروك عليك الجنه يا ابني وربنا يكتر من امثالك. وهنا احنا وصلنا نهايه الفيديو واشوفك على الفيديو الجاي في رعاية الله. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.